وصفة سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد معاكي وقت. اي قطع فراخ موجودة عندك. انا كان عندي فخدين وكان عندي صدر فرخة، وطلعت بقى هتعملي اكل ايه، دي الحيرة بتاعت كل يوم، فهتلاقي نفسك بتعملي اللي عندك على طول. انا طلعت الفراخ اللي عندي وقوام، قطعت الصدر كده كأني هعمله شيش طاووق، وبس انا مش هحطه في الخلة بتاعته، لا انا عملته مع الفخاد في الصينية وطلع تحفة. بص، بصل، طماطم، فلفل، بس ما فيش اي حاجة. نقع الاول الفراخ بتاعتي في ملح وليمون، بتسيبيها من الصبح، من بالليل للصبح، او بتسيبيها من الصبح بدري لحد كده يعني. لما تيجي تبدأي تعمليها بتنزل كل الزفارة اللي فيها، وبعد كده بتشطفيها كويس جدا. انا قطعت الصدور اهي زي ما انتوا شايفين مكعبات، كأني هعمل شيش طاووق بالظبط. انا كنت شايلاها من غير الجلد بتاعها علشان كنت هعملها شيش طاووق، فقلت طب خلاص انا بدل ما اعملها على الخله، لا انا هعملها كمان مع الفخدين دول، وتبقى طاجن كده في الفرن وما خدش حاجه. انا فتحت الاول الفخده بتاعتي دي، فتحتها وشلت العظمه منها بحيث انها تبقى ما فيهاش عظم، وتبقى آه، مفروده يعني، وتبقى حلوه. هنا البصل والطماطم والفلفل هحط عليهم ملح وفلفل اسود، ومعلقه بهارات، وهسيبهم. وهنا بقى بتبل الفراخ بتاعتي فلفل اسود ومعلقه البهارات ومعلقه زعتر اخضر، آه، ومعلقه التوابل والملح. بس الملح بقى هي مش معلقه، انا لما لقيتها محتاجه ملح زودتها تاني. بنقلبها كويس وبنسيبها تتنقع برضو ساعة ساعتين، وبعد كده ببدأ أعمل الخطوات الأخيرة. بجهز الطاجن بتاعي أهو. هاخد بقى نص الكمية بتاعة الطماطم والفلفل، أحطها تحت وهرش عليها ملح وفلفل زي ما قلتلكوا، وهقلبها مع بعض. هاخد نص كمية الطماطم والفلفل والبصل، وبعد كده هضيف عليها قطع الفراخ بتاعتي، هرصها، وبعد كده هحط باقي الخلط فوق الوش، وهتدخليها الفرن. ممكن تغطيها بورق زبدة او ورق فويل لو عندك، ما عندكيش عادي خالص ممكن تحطيها في الفرن. بتاخد معاكي بتاع ساعة، لان الفخاد ما بتاخدش سوا، والصدور كمان عشان متقطعة لا هتستوي معاكي بسرعة. وما تنسيش ان انت لما بتبقي حاطه الفراخ في التلاجة، لما بتيجي تسويها حقيقي ما بيتغيبش معاكي في السوا. لكن لو انت جايباها طازه، خدي بالك انها هتاخد معاكي وقت في السوا، ودي يعني آه، كده يعني معلومه على الماشي يعني. بصوا انا هنا برص قطع الصدور بتاعتي، وحطيت الفخاد، وهنزل بقى بباقي البصل والطماطم عليها، وهغطيها بالورق الفويل، وهحطها في الفرن. بس هحط معاها نص كوباية مية. هي كده كده الفراخ برضو بتنزل ميتها، والخضار بينزل ميته والطماطم، فانتي كده هتحطي نص كوباية مية هتاخد السوا بتاعها. وبعد كده تشيلي ورقة الفويل وتحطيها تحت الشوايه. اه نسيت اقول لكم ان انا حطيت زيت اهو، أنا كنت ناسيه خالص. شفتوا، لحقت اهو نفسي وقلت لكم ان انا حطيت زيت فوق الوش اهو، وادي الفويل فوق منه. غطيها كويس وبعد كده حطيها في الفرن. وهنا لما تطلع بقى والله ما تحسي انها ناشفه خالص يعني. انت بصي تشوفي ان الصينيه تقولي، الطاجن قصدي، تقولي لا ده نشفت لا 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 لا، طريه وجميله جدا ومستويه وما بقاش اي حاجه. صدور او الفخاد مستويه جدا وحلوه. طبعا نتمنى ان الوصفه تعجبكم وتنال هداكم، واشوفكم على خير، وما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم.
تنسيش اللايك والشير.